بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وازيكم يا شباب، ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب بإذن الله هعرفكم ازاي تغيروا كلمة سر حسابكم جوجل بطريقة سهلة جدا بإذن الله وفي أقل من دقائق معدودة. بس أتمنى منكم قبل ما أبدأ في الشرح تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمة كتير يلا نبدأ في الشرح. طبعا الطريقة سهلة جدا، انت كل ما عليك بتروح للضبط، وبعد كده بتروح على خدمات جوجل، وبتختار الحساب بتاعك. طبعا بتختاره لو مش هو ده الحساب اللي انت عايزه بتدوس على العلامة دي، بتختار الحساب بتاعك، وبعد ما بتختاره بتدوس إدارة حساب جوجل، وبتقلب كده بتقلب لحد ما تروح للأمان. وبعد كده بتنزل تحت بتدوس على كلمة المرور، بتدوس عليها وبتستنى لحد ما يتأكد انك انت صاحب التليفون او لا. طبعا هنا قبل دي بيتأكد، بيخليك تكتب رمز التليفون او البصمة. تمام. طيب انا هعمل مثلا كلمة سر جديدة دلوقتي. بعد ما اعمل كلمة سر جديدة يا جماعة زي ما انتم شايفين هدوس تغيير كلمة المرور، وهدوس تغيير كلمة المرور. بيقول لك جاري تغييرها، بيقول لك تم تغيير كلمة المرور بنجاح. تمام. فزي ما انت شايف هدوس اغلاق، وبكده اكون غيرتها. وبيقول لك اخر تعديل الساعة 5:25 مساء اهو اللي هو دلوقتي. بسهولة جدا. طيب لو نسي الباسورد القديم ده، لو طلبوا منك، فهتجرب انك انت مثلا تخليه يبعت لك رسالة على رقم التليفون اللي انت ضايفه، اللي هو ده مثلا، او البريد الالكتروني اللي انت ضايفه، بحيث يتأكد انك انت فعلا صاحب الايميل ده. وبعدها يديك صلاحية انك انت تقدر تغير الباسورد ان شاء الله. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى. اتمنى ربكم افادكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.